اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا المنظر فظيع جدا للي هيشوفه ومش هيتبسط اصلا لما يشوفه. طبعا زي ما انتم شايفين اهملت في بيتي كتير واهملت في الشقة كتير، والظروف غصب عني والله. اهملت في الشغل اصلا وفي تنزيل فيديوهات. زي ما انتم شايفين كبرتات على الارض، واحنا ما بنتغطاش يا جماعه في الصيف لان الجو نار جدا، ما بنطقش الغطا. فعشان كده انا بستفهم او بحطهم للي عايز يتغطى، بس زي ما انتم شايفينها في وضعها وفي مكانها محطوط فين في الاخر. الشبابيك ملانه تراب. طبعا المخدة ديت محطوطة بطول السرير كده. حد هيقول لي ليه؟ طبعا مش عشان احنا بنقوم من على السرير ولا حاجة، لا هي بتبقى زيادة وما بنحبش الحاجات العالية اوي تحت دماغنا واحنا نايمين، فبنحطها بطول السرير كده. طبعا السرير على تراب زي ما انتم شايفين، الكراسي عليها هدوم، الشماعة مفيش اي حاجة في مكانها، مفيش حاجة في وضعها، حتى الجزمة مشغولة. كل حاجة مش لطيفة. وريتكم اوضة النوم وديت الصالة، مفيش اي حاجة في مكانها نهائي. مش كمان الازاز ما هوش لطيف كده، مش متلمع كويس. حتى اوضة البنات زي ما انت شايفينها آه، ما هياش متستفة. هي متستفة ربما ما يعني، بس مش تستف اللي هو الجامد يعني. الكبرتايه بوريها لكم ان هي متطبقه ومتستفه على السرير، بس طبعا قلنا قبل كده ان احنا مش بنتغطى. الشبابيك عليها تراب زي المعنكبوته كده. طبعا احنا في ارياف، والارياف معروفة ان هي ارضيتها الطرق بتاعتها تراب. دي جداول بتاعت البنات بتاعت الدروس، كنتش لزق ابيض او بلاستر. ديت الركنة طبعا من طرح للعب لفوط مش متعلقة مكانها، للأبلة رحمة قاعدة قدام التلفزيون. طبعا ما فيش اي حاجة شغلاها، ترابيزتنا عليها تراب. اه، اهملت في بيتي يعني كتير. عايزه اقول لكم ان انا اهملت كتير، بس غصب عني، والدتي تعبانه بروح لها على طول. انا نفسي يعني انا كنت تعبانه ولسه وما زلت، والحمد لله يعني على ما جايب ربنا. إيه، بصراحه مش عايزه اطول عليكم في الوضع دوت. ممكن اطول عليكم في الشقه وهي نضيفه شويه، انما في وضع ان الشقه مش متستفه كده فما احبش اوريكم المنظر ده كتير. ان شاء الله اول ما النت يتظبط في البلد عندنا دي، كنت حاطه ايدي بقول لكم غمضوا عنكم وفتحوا تلاقوا وضع تاني ومنظر تاني نهائي. ان شاء الله زي ما قلت كده، اول ما النت يتظبط في البلد عندي او في المكان اللي انا قاعده فيه، هننزل بفيديوهات كتيرة وهنعمل فيديوهات. هو كمان النت بيقطع فترة طويلة جدا، فمش مشجعني على الشغل، مش مشجعني ان انا افتح التليفون واصور دايما واعمل روتينات معاكم قدام الكاميرا. يعني انا المفروض كنت اصور معاكم وانا شغالة قدام الكاميرا والكلام ده كله، بس ما كانش مشجعني ان انا اطول الفيديو عليكم اكتر من كده. انا بس بوريكم روتين الشقة والشقة بعد تنظيفها، وازاي الشكل النهائي لها وهي رايقة وجميلة كده. طبعا يا جماعة فيما بعد هنجدد كل حاجة وهنظبط كل حاجة. انا هنا حشت المفارش اللي على الكومودينيات تتغسل، وعايزه اقول لكم ان مفرش الركنه كمان انا شلته وغسلت شطفته كده على ايدي، لانه طبعا نضيف على طول، ما فيش اي اكل ولا اي حاجه بتقع عليه، ورشته هينشف على طول. هو من القمشه الخفيفه اللي بينشف على طول. طبعا الاباجوره اللي في الجنب التاني ديت الحمد لله كانت مكسوره والكلام ده، فخدت القطعه بتاعتها اللي هي المعدن اللي تحت بس حطيته. قفلنا بقى شبابيكنا، كنا جينا اخر النهار خلاص في وقت العصر كده والشمس بتغرب، فدوت الوقت بقى اللي نقفل فيه شبابيكنا ونورب فيه الشبابيك التانية وننش الحتة ونرشها كده يعني. زي ما انتم شايفين الوضع غير الوضع الاولاني نهائي. دي كمان الصالة اهي، كل حاجة اتلمعت وبقت بتلمع اكتر من الاول.
وغيرنا الملايات، غيرنا المفارش بتاعتنا، مسحنا الابواب. بس طبعا بقول لكم دي السلك الملفوف بتاع فيشة المشترك، في حاجات كده في البيبان مش راضيه تطلع، بقى نحاول نجيب لها منظف ولا حاجه نطلعها بها. وطبعا ديت حاجات بقع سمرة كده مش عارفه من ايه. حاولنا نستف المكتب على قد ما نقدر. دي شنط الدروس، شلنا الجداول ديت لان فيها تجديدات كده في مواعيد الدروس. الدروس بقى بدأت والمذاكرة والكلام ده كله، ومن ضمن الحاجة اللي معطلاني في الشغل مذاكرة بناتي. يعني لازم بناتك كده وهم في الدروس تتابعيهم، تعرفي اخبارهم من المدرسين، ان كانوا مقصرين تقعدي معاهم، الكلام ده كله. بالذات ان انا عندي اولى ابتدائي لسه تأسيس، وعندي بنتي التانية في رابعة ابتدائي، منهج رابعة ابتدائي زي ما انتم شايفين. يا رب نجح ولادنا ووفقهم يا رب، ونشوفهم كلهم احسن الناس واحسن جيل ان شاء الله. طبعا ستفنا ومسحنا كل حاجة حوالينا، وزي ما قلت لكم ان شاء الله في اي تعديل او اي تجديد هنبقى مع بعض، وكل حاجة تتعمل في المستقبل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين. طبعا انا حابة ان انا اطول في الفيديو لما بكون شقتك او بيتك نظيف جدا، بتبقى مبسوطة به ان انت رايقة كده، انجزتي يعني حاجة مهمة جدا. لمعنا الدواليب ونفضنا الحاجات اللي على الدواليب، وشغلنا مراوحنا، ظبطنا حياتنا يعني في الشقة. تشجعي بقى وقومي اعملي روتين كده حلو، او قومي نضفي مثلا اوضه وراكي شغل كتير جدا، او وراكي حاجه في المطبخ او طبيخ، اعملي اوضه واحده. يعني كل يوم كده استلف اوضه، مش شرط زي ما انا عملت كده تتهدي في البيت يوم كامل او مره واحده وترجعي تاني تنامي في السرير تاني يوم. لا، حاولي انك تعملي حاجه بحاجه كده على قدك عشان ما تهبطيش برضو، وكل يوم اعملي حاجه. يعني انا عامله في يوم واحد الشغل ده كله لان لظروفي، بروح لمامتي، عندي حد تاني تعبان بروح له، انا اصلا صحتي تعبانه، فبخاف ان انا ابقى نايمه تاني يوم مش قادره اعمل حاجه، فبجيب كله في نفس اليوم. حاولي ان انت شغلك ما يتراكمش عليكي كده زي ما انا عملت. ده اوضه الانتريه، شفنا معاكم اوضه النوم، اوضه الاطفال. ديت اوضه الانتريه. طبعا نفضنا الكراسي بتاعتنا، وعايزه اقول لكم ان انا شفطتها كمان من التراب بالمكنسه عشان كل حاجه تبقى رايقه. الكنسه اتمسحت الارضيه. زي ما انتم شايفين بوريكم حته حته في الشقه، مش سايبه لكم اي حاجه. ان شاء الله ان شاء الله هيبدا روتين تاني قريب، ان احنا نشيل الستائر بتاعتنا ديت بقى، نغسلها على ما الشتا يجي نرجع نعلقها مع بعض. دي الفواحه طبعا ما بشغلهاش، فحطها بين الكنبه والكرسي كده، لاني مش بستخدمها، بخاف ان انا احطها لانها زجاج في بعضها ان هي تقع تتكسر، او عيله تميل عليها او حاجه توقع ميه والكلام ده. دي كان شكل الانتريه. نلف على الركنه بتاعتنا. طبعا ما فردتش الستاره ديت، ان شاء الله زي ما قلت لكم هنشيل الستاير دي كلها زي ستاره الانتريه كده. دي مفرش الركنه اللي قلتلك غسلته وفرشته تاني على الترابيزه، خفيف جدا. طبعا عارفه ان هو مش لايق على الركنه، وقلت قبل كده في روتين، بس ان شاء الله هنجيب لها مفرش وهنظبط الدنيا. اصلا الركنه ديت بقالها 10 سنين، فالسفنج بتاعها طرى خالص يعني، ما عادش منفوش كده. هنحاول ان احنا نجيب سفنج تاني ونعلي الركنه القاعده بتاعتها والكلام ده. انا مش عارفه هو الفيديو بيعيد نفسه ليه كده، بس معلش. زي ما انتم شايفين اللوتر هناك اهو اتفصل، النت مش مظبوط عندي على طول. ان شاء الله اول ما يتظبط هتلاقوني بنزل بفيديوهات على طول وكده. فيشه زي ما انتم شايفين بتاعه النت البيضه ديت محطوطه بس مش شغال. اتصلنا وحاولنا نحل المشكله مع الشركه كم مره، بس طبعا ما فيش نتيجه،
دي المبخرة شارياها عشان وانت قاعدة كده تشغلي البخور وتستلذ بالوضع بقى بالنظافة والريحة الطيبة وكل حاجة. طبعا الحاجات اللي على الترابيزة ديت ما تحطهاش في دماغكم خالص، ده قطرات العينية. عشان كده بقول لكم يعني ان انا تعبانة شوية والحمد لله على ما جايب ربنا. مسحنا ازاز النيش، والنيش قبل كده كان متستف زي ما انتوا لو تفتكروا معايا في الروتين اللي كان قبل العيد، فهو من يومتها نضيف. طالما بتمسحي الازاز بره وجوه نفضي حواليه فهي الحته نضيف. قلب المشاية او العتبه ديت بين السجادتين وبعض لانها بتبقى متنيه من الحوافي كده، فقلت اتنيها عما تظبط معايا وارجع تاني اقلبها على وشها. الحته اللي هي العاليه اللي ضغطت عليها دي، ترابيزه كل حاجه اتمسحت رجعت لوضعها الاساسي. كانش ناقصني بقى في الوضع دوت خالص غير السلم وكنت هروح اعمله. وكمان ما صورتش معاكم المطبخ، هيبقى ليه روتين من الالف للياء لوحده. يعني ان شاء الله نبدأ في المطبخ كده هنبقى شغالين قدام الكاميرا بالروتين كامل بتاعنا. نضفت الحاجات اللي على الفرن ديت، وطبعا ايه الباب المتغفق دوت بابها متغفق ناحية الصالة دي الظروف برضو بلاش نجيب سيرتها. تحت الفرن وكله بقى تمام، كنسنا برضو تحته ومسحنا. وطبعا لما باجي استخدم الفرن دوت يا جماعه ما بستخدمهوش جوه كده في الشقه مكان ما هو محطوط، بطلعه بره الشقه قدام الباب وبستخدم وبرجع امسحه وانضفه وادخله تاني مكانه زي ما انتم شايفين. في الشتا بفرش له سجاده لوحده تحت كده، يعني حته مشاية قديمه وفرشها تحت الفرن والوضع بيبقى غير كده كمان في الشتا. دي الساعة بتاعت الباب هي كمان اتمسحت، والباب من بره وجوه اتمسح. الخيال دوت خيال المروحة وهي شغالة، دي الانوار. وطبعا الكشاف ده بايظ بس مش عايزة اشيله من مكانه. الكشاف ده بقاله 10 سنين بتاع فرحي. دي دخلت الحمام برضو المطبخ، كنستها ومسحتها وغسلت الحوض ومسحت الحيطان بتاعها كده من جنب الحوض مكان التجيير. طبعا انتوا عارفين اقل مية بتفتحها من الحنفية بتطرطش حوالين الحوض وبتعمل جير وحاجات مش لطيفة. ان شاء الله نعمل للمطبخ للتلاجة روتين وللبوتاجاز روتين، ونعمل للمطبخ على بعضه روتين. طبعا كان عندي غسيل جامد جدا زي ما انتم شايفين، هقعد فيه يوم كامل برضو اصبنه. غسالتي كبيرة بس ما بحاولش ان انا اخلص بسرعة، بطيئة جدا يا جماعة في الشغل. عشان كده انا ما بحبش اشتغل كتير قدام الكاميرا. يعني مرة نعمل روتين سوا وما بيكون روتين خفيف كده، ومرة وهو طويل كده لا بلاش منه، اوريكم قبل وبعد احسن. طبعا الفيديو كان طويل عليكم، يا رب الفيديو يعجبكم. ودي كانت جولة في شقتي او في البيت بعد التنظيفات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.